السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم عندي في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الشكل الثاني ديال الصابلي كيجي اكثر من رائع، راقي في المنظر ولذيذ في المذاق وبواحد الطبقه معلكه كتعطيه واحد اللذه زوينه بزاف. وكيف العاده الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليو لي اللايكات ديالكم وتقولوا لي في التعاليق كيف جاتكم الوصفه ديال اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. خليكم معايا حتى الاخير باش تشوفوا طريقه التحضير وفرجه ممتعه. كناخذوا عجينه الصابلي اللي منسمه بالفاني وكنطلقها بالدلاك ما بين جوج ديال الميكات او ورق الطهي حتى كترجع رقيقه ومتساويه من كاع الجوانب، ما تجيش جهه غليظه وجهه رقيقه. الجناب باش تجيني ساهله هكايا ونقدر نهز الصابلي، يبقى لي غير الصابلي بوحدو نهزو نديرو في الصفيحه ديال الفرن. كنحاول نهزو غير بشويه باش ما يعوجش ليا من الجناب وبقى الشكل ديالو مربع. وكندخلو للفرن اللي كيكون مسخن على درجه حراره 160. كنطيبو من التحت وعادش كنطيبو شويه من الفوق، ما كنخليش يتحمر مزيان. هذا هو الشكل النهائي ديالو من بعد ما طيبته، كيجي على هذا الشكل ما محمرش بزاف. وكندوز باش نوجد الطبقه الثانيه اللي كنديرو فوق الصابلي، اللي غنحتاجو فيها 200 غرام ديال الكوك، 250 غرام كاوكاو، نص محيد ديال القشره ونص الثاني كنخليه بالقشره ديالو، والكراميل باش نجمع به هاد المكونين وفلون ديال الكراميل. كناخذ الكوك كنحمرو فوق البوطه على هاد الشكل هذا. كنحاول نوقف عليه، انا ما قطعتش الفيديو باش تشوفوا شحال ديال الوقت وانا كنحمر فيه وما زقيتش من التحراك باش ما يتحرقش ليش، حيت دغيا كيتحرق. تنبقى نحرك حتى كيولي على في اللون ذهبي. كتولي لينا هكذا لون ذهبي ما محروقاش. كنحطوها على جنب. تناخذ الكاوكاو ديالي وحتى هو كنحمرو بنفس الطريقه. ولا الا عندكم الفران سخون ممكن انكم تدخلوها للفران غير تنشف
ونخرجوه، ما كنخليش يتحمر باش يبقى لو غو ديالو. من بعد ما حمرته كناخد الطحانه ديالي، كندير نص المقدار ديال الكاوكاو مع نص مقدار ديال الكوك وكنطحنهم بجوج. من بعد ما طحنتهم كنديرهم في شي اناء اللي يكون واسع واحد شويه فاش نخلط المكونين، وتنزيد النص الثاني اللي تبقى ليا ديال الكاوكاو والكوك، وكنزيد معاهم واحد الساشي ديال فلون كراميل. نطحن كلشي. وكنزيدو على الخليط اللي طحنت من قبل، من بعد ما طحنتهم كناخدهم باش نخلطهم مع الفلون كراميل. كناخد تقريبا 2 معالق كبار، ماشي مع الفلون كراميل، مع الكراميل. وكنبقى ندمجو مع المكونات حتى كيتجمع ليا، كيولي على شكل عجين. كنبقى نجمع بشويه بشويه حتى يتجمع ليا. بعد ما تجمعت ليا على هذا الشكل هذا، كنديرها في ميكا اولا في بابي سولفوريزي، وكنديرها في الثلاجه غير بين ما غسلت يديا ووجدت البلاصه فين غادي نخدم، وجدت فاش البلاصه فين غنطلقها حتى هي بالدلاك، وكنجبدها في ساعه، يعني غير كتجمع راسها واحد شويه في الثلاجه باش ما تبقاش تلصق لينا في يدينا. كناخد ورق الطهي كنقسمو على 2 باش حتى هي نطلقها. كندير لها الطريقه اللي كيف ما درت طريقه الصابلي، كنستعمل نفس الطريقه حتى هي كنطلقها بالدلاك ما بين 2 ديال ورق الطهي حتى كترجع رقيقه، وعاد كنقطعها.
اذا من بعد ما ولات لينا على هذا الشكل هذا ولات رقيقه، كناخدو نقطعها على شكل مربع، ماشي هاد القطعه هادي عفوا، قطعه مربع، اما تكون قد المربع اللي خدمتو به الصابلي، اما تكون صغر منه بشويه، على حسب نتوما اشنو بغيتو، كيفاش بغيتو المنظر يكون، واش يكون مقادين ولا يكون طبقه اصغر من طبقه. صافي كنستفها حتى هي في ورق، فوق من الورق او في بلاطو. كنكمل على هذا الشكل هذا حتى كنكمل كل شيء. هنا من بعد ما كملت، وهذا هو الصابلي ديالي، كناخذ المربع ديال العقده كاوكاو وكنحطو مباشره فوق الصابلي، وكنحاول نضغط غير بشويه حيت الصابلي كيكون هشيش وحساس دغيا كيتهرس. كنكمل الكميه كامله اللي عندي بهذا الشكل وبنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا، كيجي صابلي راقي في المنظر وكذلك كيجي لذيذ في المذاق، بهاد الحشوه ديال الكاوكاو والكوك محمر تتعطيه واحد اللذه لذيذه بزاف ورائعه. بعد ما انتهيت من الكميه ديال الصابلي كامله، كناخذ الشوكولا شكلاط كحل وكندوبو في حمام مريم، كناخذ قطعه الصابلي كنغطسها في الشكلاط، كنسقطرها مزيان وكنحطها في شي بلاصه حتى كينشف لي هذاك الشوكولا، كنحاول ما نقيسهاش. كنعاود معكم قطعه اخرى حتى هي كنغطسها هكذا وكنسقطرها مزيان من الشوكولا وكنحطها حتى هي. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالي. من بعد ما زوقته، نتوما ليكم حريه الاختيار، ممكن ديروا فيرميسيل، ممكن ديروا شوكولا كيف ما درت انا، خديت شوكولا هكذا كيتباع غولي بالبيض والكراميل والمارون، حطيته وخديت بيستاج يكون خضر وكنغطسو شويه في الشوكولا باش يلصق ليا فوق من هذاك الشوكولا اللي درت غولي، وكيجيني على هذا الشكل هذا. كنحاول نهزها ونقادها من الجنيبات ديال هذاك الشوكولا اللي كيكون خارج من الجناب، يعني كنحاول نقادها باش يجي الصابلي مقاد ويجي المنظر ديالو راقي. كان هذا هو الشكل الثاني ديال الصابلي ديالي، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وبصحة والراحة، سلامة.